Hello there mates. فيديو جديد، وفيديو النهاردة هو ريفيو او مراجعة رأيي عن كتاب. وكتابنا النهاردة هو حراس. اوكي، رواية الحراس لعبد الرحمن دياب. هو فانتازيا. اشتريته عشان غلافه الصراحة، عشان كمان الحتة اللي هي دي مكتوب ايه بقى: تبقت ساعات وينتهي عالمنا، وإما أن يحكم البشر أو يحكمون، لكن هل تؤمن بأن للقدر أسلحة؟ فكر جيدا، لأن إجابتك ستحتم مستقبل البشرية. طلع لي علامات استفهام وعلامات تعجب وعلامات كتير كده، اللي هو يعني ايه، مش فاهمة حاجة. فاستفزني الصراحة، اللي هو أنا عايزة أعرف ايه اللي جوه، فجبته. يلا نبدأ بقى القصة. هحاول أخلي الفيديو من غير أي سبويلرز، يعني اللي هيتقال في الفيديو كله مش حرق. الحرق ما محتاج كتاب تاني اصلا. المهم، القصة بقى ايه؟ عن هشام، شاب عنده حاجة 20 سنة في كلية هندسة، وعنده واحد صاحبه اسمه مروان. والد هشام اللي هو وليد بيتوفى في العزا، مامته بتتوفى، وهشام بيفضل لوحده. لكن هشام مش بيفضل لوحده ابدا، بالعكس بيبدأ يحصل حاجات غرائبيات كتير جدا. وده بسبب ان في ملك اسمه قشمين. الملك ده ساحر، يعني هو كان ملك بشري عادي، وعمل بقى حاجات ليها علاقة بالسحر وكده، فبقى شرير قوي ومش عارف ايه وكده، واتحبس في بطن الارض. تمام، محبوس بقاله آلاف السنين، وهو في السجن بقى في بطن الارض وكده. ومع الوقت من كتر السنين حرفيا السجن ده بدأ يتآكل، والتعويذ اللي فيه بدأت تقل وكده. لو الملك ده طلع من السجن، هيحصل حاجة كده زي ان العالم هينتهي. تمام، ايه علاقة السجن وبطن الارض وقشمين بهشام؟ في حاجة كده اسمها الحراس، لا هم بشر ولا هم ملايكة ولا هم جن. تمام، دورهم ان هما بيحافظوا على ثبات الكون، وان هو كل حاجة تبقى ماشية تمام وما يحصلش فيه حاجة غلط، يعني اللي هو ايه، تبقى النظام ماشي كده بطريقة معينة. في سؤال تاني بقى: ايه علاقة الحراس وقشمين والسحر كل ده بهشام؟ هشام من الحراس. تمام، دور هشام انه يجمع حاجة اسمها الحجر الساقط، ويكتشف قوة نفسه وينجح في هزيمة قشمين قبل ما يخرج من سجنه. يعني هو السجن بيتهد كده وقشمين هيطلع، فدور هشام ان هو يهزم قشمين ده عشان ما يدمرش الكون. السؤال بقى: هل هشام هيقدر فعلا ينقذ الارض والبشرية وكده؟ هل هو قد المسؤولية دي اصلا؟ وهل في ضحايا في النص؟ السؤال الاهم بقى: هل اللي هيبوظ في الرحلة هيتصلح في الاخر؟ الكتاب ماشي في 3 different timelines، يعني 3 جداول زمنية، 3 خطوط زمنية. يعني هشام في الحاضر، قشمين مثلا مش عارفة كان من كام سنة، مش عارفة ايه اللي بيحصل من كام سنة كده، فاهم؟ فهو اكتر من شخص معين احنا ماشيين معاه في كل خط زمني بتاعه، بس هما المهمين هما 3 خطوط زمنية ماشي. منهم الخط الزمني اللي فيه هشام اللي هو البطل. الريتنج بتاعي للكتاب للرواية 5 نجوم. الكتاب كان محمس جدا، وماشي برتم ثابت، مش بطيء ممل، ومش سريع اللي هو انا مش فاهم حاجة ايه اللي بيحصل ده، ماشي. وطول الوقت بيحصل حاجات مش متوقعة، والواحد بيبقى حرفيا مش شايفها، يعني اللي هو ايه، لاخر لحظة هتفضل تتساءل: طب واخرتها ايه؟ طب مش عارف مين عمل ايه ليه؟ طب ايه اللي حصل؟ طب ايه اللي هيحصل؟ طول الوقت انت قاعد في حاجة حماسية كده، اللي هو ماشي ها وبعدين زي ما مسلسل بيشد الواحد كده، فاللي هو ايه، الواحد قاعد طول الوقت مستني ايه اللي هيحصل بعد كده. الكتاب يستحق كل الوقت اللي خده،
وحرفيا هرشحه لاي حد لانه يستاهل المغامره والتشويق والمتعه. وبس ريفيو سريع كده يكون الفيديو خلص. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، سلام.